السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ندعي لاخواتنا الفلسطينيين في غزة ان ربنا ينصرهم. معانا النهاردة وحش من شركة هونر، وهو هونر بلاي 8 تي. التليفون ده بصراحة مواصفات جبارة بسعر مقبول، هتاخد قيمة مقابل سعر. من غير ما اطول عليكم يلا نبدأ. اول حاجة معانا وهي التصميم هنا بيجي التليفون من البلاستيك الكامل، ولكن بلاستيك مقوى والماتيريال بتاعته كويسة، وبيجي وزنه 199 جرام. وهنا على فكرة في فئة كبيرة أوي ناس بيعجبها إن التليفون يكون من البلاستيك، عشان التليفون لو وقع منها بيستحمل عدد صدمات أعلى. إن التليفون لو معمول من الإزاز يا دوبك هي واقعة أو اتنين بالكتير أوي. وطالما ذكرنا تصميم التليفون هنا بصراحة يعني مقبول، مش وحش ولا حلو، هو مقبول عادي لغاية دلوقتي. وهنا طالما ذكرنا التصميم هنيجي للشاشة. شاشة التليفون هنا بتيجي ب6.8 إنش، وهي شاشة عملاقة بصراحة. وبتيجي معانا هنا نوع الشاشة TFT LCD. جودة الشاشة هنا فول اتش دي بلس. هنا الجودة بتاعتها مقبولة بصراحة برضو، ان هنا الشاشة جاية من نوع تي اف تي. اي بي اس ال سي دي احسن منها بكتير بصراحة، ولكن التي اف تي مش وحشة ولكن مقبولة. يعني هو في الفئة بتاعته في ناس كتير قوي الشاشات بتاعتها احسن منه بكتير. ولكن احنا هنا قلنا ان التليفون موجه للالعاب، والشاشة هتدي لك الغرض وبزيادة، مش وحشة ولكن مقبولة. والشاشة هنا بتيجي معانا 389 بكسل لكل بوصة، فهنا عدد البكسلات كويس. وسطوع الشاشة هنا معانا بيوصل ل 850 نتس، فدي حاجة كويسة، ولكن ما تفكرش انك تمشي بيه تحت الشمس عشان انت مش هتشوف حاجة. وبتيجي الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، ودي حاجة كويسة بصراحة وهتساعدك كتير قوي مع الألعاب. نيجي هنا يا ابو حميد لمعالج التليفون. معالج التليفون هنا بيجي من شركة ميديا تك 6080. ثماني النواة 6 نانومتر، فهو يعتبر موفر للطاقة وكويس برضه، مع معالج رسومي مالي جي 57. فانت هنا التليفون بيديلك معالج كويس، هيديلك تجربة كويسة جدا في الألعاب، وهيشغلك الألعاب على أعلى إعدادات ومش هيبقى عنده أي مشكلة. وهنا بيجي التليفون مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام مع 256 ذاكرة داخلية. فبصراحة 12 جيجا رام في الفئة دي قليل جدا انك تلاقيه، او ممكن ما تلاقيش حد غيره اساسا في الفئة دي بيديها لك اساسا. وهنا واجهة التليفون بتيجي ماجيك او اس، اللي هي واجهة اونر المعروفة، مبنية على اندرويد 13. وهنا واجهة اونر مش محتاج ان حد يتكلم عليها بصراحة، واجهة سلسة جدا ومستقرة، مش زي الواجهات التانية بتاعت الشركات بتكون تقيلة. هتاخد واجهة محترمة، وانا اضمن لك انك انت هتاخد تجربة كويسة. ونيجي هنا يا صديقي للكاميرات. الكاميرا السيلفي هنا بتيجي 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. وهنا التليفون بيصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. أنا عارف إن جودة الكاميرات ضعيفة، مش مقبولة حتى، ضعيفة جدا. يعني في تليفونات كتير قوي في الفئة بتاعته أشد منه جدا في الكاميرات، ولكن أنا بكلمك في نقطة معينة. التليفون ده موجه للألعاب. في ناس كتير قوي ما يهمهاش الكاميرات، ما بيهمهاش التصميم، ما يهمهاش أي حاجة، ولكن بيهمها تجربة الجيمنج، اللي هو عايز يلعب كتير أو عايز يلعب ألعاب معينة. ففي تليفونات كتيرة بتدي لك خامة محترمة، بتدي لك كاميرات كويسة، ولكن ما بتديلكش أداء. نيجي للكاميرا الخلفية يا صديقي. بتيجي مزدوجة، الرئيسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، والتانية بتيجي 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي مخصصة للعزل. في فلاش ليد قوي جدا في الكاميرا، والتليفون بيدعم تصوير فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. والتليفون بيدعم سماعات ستيريو، ودي حاجة كويسة جدا بصراحة. صوته عالي ولكن مش نقي، يعني صوته كويس، هيأدي لك الغرض في الألعاب كويس جدا. لكن لما تيجي تفتح مثلا أغنية أو تفتح فيلم وعليت للآخر، هتلاقي إن في شوية نغوشة شوية في الصوت، ولكن هتاخد صوت عالي وكويس جدا وتجربة مميزة. هي الفكرة كلها في سعر التليفون، مش في الإمكانيات اللي موجودة في التليفون أو اللي الشركة بتقدمها. يعني أنا دلوقتي مثلا معايا تليفون عامل 10 آلاف جنيه وبيقدم لي إمكانيات مش كويسة، فده تليفون فاشل. ولكن ده بيديني تجربة كويسة في حتة معينة، وفي حاجات تانية وحشة فيها، ولكن سعر التليفون مميز، فهو هنا ده بيشيل ده. فانت هنا بتاخد قيمة مقابل سعر. والتليفون هنا يا صديقي بيدعم من 3.5 مللي، ودي حاجة بصراحة في شركات كتير قوي دلوقتي بطلت تحطها حتى في الفئة المتوسطة. يعني الأول كنا بنقول الفلاج شيب ما بيحطش فتحة 3.5 مللي عشان ده فلاج شيب بقى ومش عارف ايه. ده دلوقتي في تليفونات في الفئة المتوسطة زي تليفونات سامسونج بيشيلوا 3.5 مللي، مش عارف ليه بصراحة. يا رب الشركات التانية ما تتجهش الاتجاه ده. الأمان اللي موجودة في التليفون ده، أول وسيلة معانا بصمة الصباع، والبصمة دي موجودة في زرار الباور وسريعة جدا.
والبصمة التانية بصمة الوش اللي موجودة في كاميرا السيلفي وأداها كويس برضه. وهنا يا أبو حميد التليفون بيجي ببطارية عملاقة 6000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 واط. بصراحة بطارية عملاقة مع معالج موفر للطاقة وأداء كويس مع ال 12 جيجا رام، أنت هتاخد تجربة جيمنج ممتازة بصراحة. ونيجي يا صديقي للسعر، وهنا المفاجأة. تليفون النسخة 8 جيجا مع ال 256 جيجا رام يجي ب 4600 جنيه مصري. ودي حاجة بصراحة لو التليفون ده لو نزل بالسعر ده او حتى نزل زيادة 200 جنيه هينافس مع تليفونات كتير قوي هيزعلهم. نيجي للنسخة التانية ال 12 جيجا مع 256 جيجا رام يجي ب 5200 جنيه. التليفون ده حتى لو زاد 300 جنيه بقى ب 5500. التليفون ده هينافس جامد قوي. التليفون ده هينافس فئات اعلى من الفئة اللي هو فيها. وعايز اصدمك ان التليفون ده يعني نازل للفئة الاقتصادية مش نازل للفئة المتوسطة، حتى ان دلوقتي الفئة المتوسطة بتبدأ من ال 8000 وانت طالع. فانت تليفون ينزل ب5000 او ب6000 ده فئة اقتصادية. فانت تليفون بالامكانيات دي التليفون ده هينافس وهينافس بقوة كمان. اهم حاجة يا صديقي لو انت كملت الفيديو للاخر شكرا ليك من كل قلبي. اهم حاجة تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وما تنساش تتابعني في كل جديد. كان معاك احمد عرفة. سلام.